قتل آية بنت ال4 سنين عم بيزعجني كتير. تمر السينما العربية بمرحلة صعبة نتيجة الصراعات التي أفرزها الربيع العربي وغياب الدعم الحكومي، غير أن ذلك لا يحول دون ظهور تجارب سينمائية لافتة هنا وهناك. هذه الأصوات السينمائية المستقلة والجريئة تطل على الجمهور الأوروبي عبر مهرجان برلين السينمائي الدولي، الذي يعد المنصة السينمائية الأكثر جذباً لصناع الفن السابع. وفي أقسام المهرجان المختلفة بانوراما والمنتدى وجيل وبرنامج السوق السينمائي يعرض فيلم البحر من ورائكم للمغربي هشام العسري، وعن الحب والسرقة ومشاكل أخرى للفلسطيني مؤيد عليان، وفيلم الأوديسا العراقية للمخرج سمير، وفيلم الوادي لغسان سلهب، وذكريات محقق خاص لرانيا سطيفان، و20 مصافحة من أجل السلام للفلسطيني مهدي فليفل، وفيلم هدية أبي للعراقي سلام السلمان، وكذلك تحت رمال بابل لمحمد الدراجي، إلى جانب فيلم فتاة المصنع لمحمد خان، وفيلم وردة للمخرج هادي الباجوري. تختلف الرؤى وتتباين أساليب السرد، بيد أن ما يجمع بين الأفلام العربية المشاركة هو التعبير باللسان العربي الجريح عن المآسي التي تعصف بالعالم العربي من العراق إلى المغرب. ولا يقتصر الحضور السينمائي العربي على الأفلام، بل استحدث في هذه الدورة مركز السينما العربية ليكون جسراً يمهد لإيصال الشريط العربي إلى هذا المحفل السينمائي الهام والترويج له. وتتواجد كذلك مؤسسة الدوحة للأفلام من أجل الدعاية للدورة الأولى من مهرجان قمرة الدوحة السينمائي، الذي من المنتظر أن ينطلق في مارس المقبل. كان جدار برلين حتى قبل نحو عقدين يمثل رمزا للفصل بين العالمين الاشتراكي والرأسمالي، وها هي شاشة السينما اليوم تجمع مختلف الثقافات بما فيها الثقافة العربية الغائبة عن المسابقة الرسمية، لكنها الحاضرة بقوة في التظاهرات الموازية. من مهرجان برلين السينمائي، إبراهيم حاج عبدي، شبكة إرم الإخبارية، برلين.